المرتبات هتوصل ل 8000 جنيه. كلام كتير شاغل بال الكل الفترة دي، مع وجود كلام عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور ل 8000 جنيه علشان يقدر الناس تواجه غلاء الأسعار وتكاليف المعيشة اللي زادت الفترة الأخيرة. لكن خلينا أقولك إن الموضوع لسه مش رسمي، والمجلس القومي للأجور بيتابع حالة السوق حاليا وبيحاول يوازن بين حماية حق العامل وبين استقرار الشركات والقطاع الخاص. الخبراء بيقولوا إن الزيادة دي بقت ضرورية فعلا، بس المشكلة في التنفيذ، لأن القطاع الخاص بيواجه تحديات كتير زي ارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل. ومن المتوقع إن الحكومة تعلن التفاصيل دي مع الموازنة الجديدة اللي بتخلص بنهاية شهر مارس علشان تطبق بداية من أول يوليو المقبل بإذن الله. من ناحية تانية، في نواب بيحذروا إن أي زيادة لازم تكون مدروسة كويس علشان ما نلاقيش الشركات بتقلل عمالة أو بتروح للاقتصاد غير الرسمي. قول لنا أنت بقى، مرتبك وصل لكام؟ اكتب لنا في الكومنتس.